سلفتي بتغير مني وقرفاني في عيشتي وعايزة تطفشني من البيت. دي مشكلتنا النهاردة. بتقول أنا في بيت عيلة، معايا حماتي وحماية عايشين، بس والله بعملهم بما يرضي الله. احنا 5 سلايف، كلهم يعني مشوا وسابوا البيت، بس مفيش غير أنا وسلفتي دي. سلفتي اللي تعباني في حياتي، بتغير مني وعاملالي مشاكل طول الوقت. يعني دايما كده آجي أدوّر على أي حاجة ما ألاقيهاش، أو حماتي تسأل على حاجة ما نلاقيهاش، ترد تقول قدّام حماتي هتلاقيها خدتها وادّتها لأهلها. أقول لها أنا عمري ما آخُد حاجة. مش عايزة أقول لكم أنا باجي من عند أهلي العربية محمّلة شيء وشويّات، واستحالة أهلي ياخدوا منّي حاجة مش حاجتي، وأنا استحالة برضه آخُد حاجة من ورا حماتي أو حمايا. طول ما قاعدة بتدوّر لي على أي حاجة، يعني بتضرب في عيالي، بتقرف فيّا، بتنكد عليّا عيشتي، وأنتم عارفين السلايف وما أدراكم ما شغل السلايف. وأقول لها يا بنتي أنا ما عملتش فيكِ حاجة، يا رب إيه اللي باعمله فيكِ يقعد لي أنا وعيالي ولأمي ولأبويا ولأخويا، أنتِ عايزة مني إيه؟ تقعد تتريق عليّا أول ما أقول لها الكلمتين دول. وفي حاجات كتير أوي بتحصل زي رقمي أنا ما باحبش أدّيه لحد، ألاقي أي واحدة مقابلاني أو أي حد بيرن عليَّ وأقول مين معايا، وأبقى مستغربة، ولمّا أعرف إنها جارتي أو صاحبتي أو كذا أو كذا، أقول لها جبتِ رقمي منين؟ تقول لي من سلفتِك، أنبّه عليها وأقول لها أنا ما باحبش كده، برضه ما فيش فايدة، مش عارفة أتصرّف مع سلفتي دي إزاي، بجد تعباني في حياتي، حتى تعب عيالي. بتضربهم، ولما أشد معاها في الكلام تقول لي أنا لازم أخليكِ تطلقي وكمان تعزلي من هنا. أقول لها ليه يا بنتي كده حرام عليكِ. بس بجد حمايا وحماتي كويسين معايا جدا خالص، يعني من الناس الطيبين جدا جدا، الناس بتوع زمان، بجد هم فوق الخيال. بص، ناس طيبين، مش بخلة، ناس كده دايما يعني يحسوكي كأنك بنتهم، بالرغم إن أنا أمي بعيدة عني وأنا عايشة مع حماتي وحمايا، بس مش حاسة خالص إن أنا غريبة، إلا إذا وقت ما بيبقى فيه نكد وزعل بسبب سلفتي، وبصراحة من ده كتير. يعني هي قرفاني في عيشتي، بتضرب بنتي اللي عندها 10 سنين، وبنتي تقول لي يا ماما تعالي نمشي من هنا أنا زهقانة. طبعا لما بتلاقيني زعلانة وأنا مش باعرف آكل ولا أعمل أي حاجة، بتسرق غسيل، بتسرق فلوسي. بجد أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه، أنا مش عارفة أتصرّف معاها إزاي، تعباني في عيشتي وفي حياتي. والمشكلة لمّا باجي أدخّل جوزي وآجي أحكي له وآجي أقول له، يقول لي كبّري دماغِك، ما تعمليش مشاكل. طب فين دور جوزي؟ يقول لي أنتِ اللي مكبّرة المشكلة. بس بصراحة أنا من الناس اللي ما باعرفش يعني أكبّر دماغي، ولا أعرف إن أنا أفوّت كده أي حاجة، كل حاجة بتيجي على أعصابي وبتيجي على نفسيتي. وطبعًا أنتم كلّكم عارفين لمّا بتكون الواحدة منكدة وبتبقى زعلانة وما بتعرفش تعمل أي حاجة، كل حاجة كده بتعملها مش بتبقى لها كده معنى في حياتها، بابقى قرفانة طول الوقت وبيبان عليَّ، وعيالي بيحسّوا بيّا وبيبقوا زعلانين طبعًا علشاني. جوزي دايمًا بيقول لي هي بتغير منِّك علشان عارفة إن أبويا وأمي بيحبوكِ أكتر منها. وهُم طبعًا يعني بيحبوني لإن هُم شايفين إن أنا مش وحشة معاهم، يعني لو طُلت إن أنا أدّيهم حبّاية عينيّا هادّيها لهم. هم يستاهلوا أكتر من كده، يستاهلوا كل خير، لإن هم ناس كويسين جدًا. فهي بقى بتبقى متضايقة طول ما هم بيعاملوني كويس، طول ما هم حلوين معايا، طول ما هم بيسألوا عليَّ، بيشوفوني مثلًا إيه اللي مضايقني، إيه اللي مزعّلني، بيشوفوني مثلًا متضايقة، غضبانة، بيسألوني، بيزعلوا دايمًا على زعلي، فدي حاجة قاهراها من جواها. حتى هي قالت لي قبل كده، قالت لي: "حماكِ وحماتِك بيحبوكِ." وأنا أخلّيهم إزاي يكرهوكِ؟ أنا لازم أقرفِك في عيشتِك، أنا لازم أخرّجِك كده من البيت. مش عارفة، زي ما أكون ما بيني وما بينها طار، مع إني مش بأذاها في أي حاجة، بس هل الغيرة تعمل كده؟ الغيرة تخلّيها تبقى مش طايقة نفسها كده وتبقى عايزة تعمل فيّا أي حاجة بالشكل ده؟ بجد أنا عمري ما شُفت في حياتي، ولا عمري هاشوف واحدة تكون بالشكل ده، عمري ما شُفت قلوب سودا زي الإنسانة دي أبدًا. بُصّي بقى يا ستي، تعالي أمّا أقول لِك أنا من رأيي ووجهة نظري.
أول حاجة الميعاد اللي هي بتنزل فيه أنتِ ما تنزليش فيه، يعني اتفقي كده مع حماتِك قسّموا الأيام، لو هي سلفتِك بتنزل وبتاكل معاكم في نفس المعيشة، طب لو هي بتنزل آخر النهار بس وأنتِ بتنزلي تحت وبتاكلوا سوا وسلفتِك ما بتنزلش غير آخر النهار، خلاص انزلي من بدري وخلّصي فطارِك، اتغديتوا وخلّصتِ شغلِك واطلعي على شقتِك في الميعاد بقى اللي هي هتبدأ تنزل فيه. لكن مثلًا بتتلمّوا كلّكم مع بعض، يبقى أنتِ يوم وهي يوم، ما تتجمّعيش معاها في أي مكان، اقتصري دايمًا عنها، لكن طول ما أنتم بتتجمّعوا في أي مكان هيحصل ما بينكم مشاكل كتير، ودايمًا كده هتبقى قارفاكِ في عيشتِك، لكن البُعد عنها غنيمة زي ما بيقولوا كده، قاطعيها وابعدي عنها لغاية ما تحترم نفسها خالص، أنتِ اللي هتقدري تعملي لنفسِك شخصية، ولازم برضه جوزِك يعرّف أخوه المشاكل اللي بتحصل من مراته، عشان يبقى عارف بكل